زي النهارده 24 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. سنة 20 هجرية الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط، ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفي كامل القارة الأفريقية. سنة 354 هجرية وفاة الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي، وفي رواية أخرى بتقول إنه توفى يوم 28 رمضان أثناء عودته إلى الكوفة بالنعمانية على يد فتاك بن أبي جهل الأسدي. وكان المتنبي قد نظم قصيدة هجا فيها ابن شقيقه الأخير ضب بن يزيد الأسدي العيني. سنة 1393 هجرية الكويت والبحرين والإمارات توقف تصدير النفط نهائيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنا مع مصر وسوريا في الحرب. سنة 1354 هجرية الملك فاروق الأول ملك مصر يصدر أمرا ملكيا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923. سنة 875 هجرية المماليك يلقون القبض على جواسيس أرسلهم شاه سوار الثائر على الدولة المملوكية في الشرق، وأمر السلطان قايتباي بنفيهم بعد أن اعترفوا بكل شيء وبإعداد حملة لتأديب شاه سوار. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت. سلام.